العيد داخل علينا، خايفين بقى ومرعوبين وعاملين حسابنا ان خلاص ده عيد الاضحى، يعني عزايم، يعني جلاش، يعني رقاق باللحمه المفرومه، يعني فته، يعني الحاجات اللي هي الدسمه اللي احنا اصلا ممكن نكون عندنا هاجس منها لو احنا حاطين في دماغنا بقى دايت وتخسيس وكلام من. بس احنا اتفقنا مع بعض على ايه في الفيديو اللي فات؟ على اللا دايت. طيب اللا دايت، او ان انا ما استخدمش كلمة دايت في حياتي دي خالص، وقلنا ان احنا نستخدم كلمة اسلوب حياة او لايف ستايل صحي. فده هيخليكي لو انت حاطة في دماغك كده انا عايشة لايف ستايل صحي، فده يخليكي تقولي تعرفي انت مقدمة على ايه، بيخليكي تعرفي انت مقدمة على ايه بالظبط، وبيخليكي ما تخافيش. ايوه ما تخافيش طبعا. انت طبعا العيد بيبقى كله عزايم من يوم الوقفة، يعني يوم الوقفة عزومة، يوم العيد عزومة، تاني يوم العيد عزومة. ايام العيد مش بتتحكمي في الاطباق اللي بتتحط قدامك. طيب ما هو انت معزومه عند مين؟ انت مش معزومه عند حد غريب، يعني تقدري تدخلي وتشاركي وتشوفي الدنيا فيها ايه من غير ما تحسسي حد ان في ازمه، او ان انت عامله دايت، او ان هم لازم يعملوا حسابك وكلام من ده. طيب وانا هتكسف منهم ان انا اقول لهم اعملوا حسابي يا جماعه ان انا ما باكلش كذا او باكل كذا او كده؟ لا طبعا. سيبي الناس تعمل اللي هي عايزاه، سيبي الناس تعمل اللي هي عايزاه. انا سمعت فيديو واحد بيقول انا من كتر تلهفي ان انا خايف الناس ما تعملش حسابي على الاكل، باخد اكلي معايا وانا رايح العزوم. لا ما هو مش للدرجه دي، هو مش للدرجه دي ابدا يعني. انتي مثلا معزومه عند مامتك، معزومه عند اهل جوزك، خلاص شاركي، شاركي، قول لهم انا هشارك معاكم في تجهيز الاكل، وشوفي بقى الدنيا فيها ايه. ممكن تقترحي عليهم احنا في العيد فنطبخ بيه اللي هو الدهن الصحي، بلاش سمنة خالص، علشان لو هما ما عندهمش مثلا سمنة بلدي. ولو أزمت خالص وانتي ما شاركتيش في الأكل ولا أي حاجة، بتاكلي كميات بسيطة، استخدمي بقى نظرية ال 80-20، يعني باكل 80% أكل صحي و20% بلخبط مع الناس اللي بتلخبط. يعني انت مش هتبيتي، يعني انت هتقعدي وقت معين عندهم، الوقت ده حاولي تخليه هو ال20%. هياكلوا شوكولاتة هتاخدي واحدة، هيحطوا كحك وبسكويت هتاخدي واحدة، الأكل بتاعهم برضو يعني بتاكلي أكل بسيط، وهكذا. بتاخدي قطعة رقاق صغيرة، قطعة جلاش صغيرة، بتعملي لنفسك طبق وبتاكلي فيه. تمام. طب لو انت بقى مثلا عند حد ثقة قوي وبتعملي بنفسك وكده، ده يفضل. برضو يا جماعة انت ما تلوميش نفسك لو حصل ولخبطتي. انت اصلا طالما انت متعودة على اللايف ستايل من قبل العيد، عمرك ما هتلخبطي في اي او قبل اي مناسبة. خلاص هو بقى عادة، عمرك ما هتقدري تلخبطي. عارفة لو لخبطتي هتحسي ان انت تعبتي وبطنك وجعاكي ومعدتك وجعاكي، اصلا مفيش قابلية عن تجربة للخبطة. انت بتحسي ان ما عندكيش قابلية ان انت تلخبطي، او ان انت مثلا تاكلي زياده او كده. انت مع التعود بتحسي ان معدتك بتقل او حجمها بيقل او هي مش متقبله. يعني انا مثلا كنت بحب الاستريبس جدا، والاستريبس بيبقى عليه كفر ومش عارفه ايه وكلام من ده. طب انا في الوضع اللي هو مشيت حياه صحيه بقى ولايف ستايل، ممكن ما يجيليش قابليه ان اكل الحاجات اللي هي مقلية والكلام ده، فاهمين؟ يعني الدنيا بتيجي مع نفسها ومع بعضها بالتدريج وواحدة واحدة. بس انتي عودي نفسك من دلوقتي على لايف ستايل. لو عودتي نفسك من دلوقتي على لايف ستايل، مش هتحسي بان انتي بتلخبطي ولا اي حاجة. طيب أأزم الناس بقى حواليا واعمل هالة كبيرة وانا عاملة دايت وعاملة حياة صحية؟ نصيحة مني بلاش، بلاش تعملي كده. بلاش ان انت كل ما تروحي في حته ده انا عايشه حياه صحيه، ده انا عامله دايت. والله يا جماعه فعلا في الموضوع ده بالذات كمان نعمل زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. مفيش احسن من الكتمان في الامور دي، لان الامر ده بيخليكي تتعرضي، ممكن تتعرضي للتنمر او لتريقه
او لكلمه تحبطك، فمفيش داعي. خلي كده ايه، ليكي اسرار، ليكي دنيا كده مقفوله عليكي انت ماشيه عليها. لما تيجي تطوري من نفسك، او لما تيجي تعدلي امور معينه او عادات معينه او لايف ستايل معين، بلاش تفصحي عنه. بلاش تفصحي عنه الا اذا سئلتي. هو الله انت مال جسمك اتظبط كده، هي مال بطنك اختفت، هي مش عارفه ايه، بتنصحي. لكن بلاش تمشي تعملي قلق في المكان حواليكي. كل حاجه بايدك، انت بتقدري. قدامك ده وقدامك ده، فاكيد يعني العيد مليان بروتين ومليان لحوم ومليان حاجات حلوه. خدي الحاجات الحلوه اللي في السفره، وسيبي الحاجات التانية، ومن غير ما حد يحس، ومن غير ما تكوني عامله دوشه حواليكي. تمام؟ يعني لو كلتي كميه البروتين بتاعتك اللي قدامك، محدش هيحس ان انت ما كلتيش اصلا. محدش بيبص انت كلتي رز ولا كلتي رقاق ولا كلتي جلاش ولا الكلام ده. انما لو سبتي البروتين، انت ما كلتيش ليه؟ احنا المصريين كده اصلا. برضو بقدر المستطاع تكتري بقى شاي اخضر في العيد، تكتري مشروبات بدون سكر، تعوض لك بقى الامور دي كلها. ويعني طبطبي على نفسك كده، لان احنا لنا معلقتين سكر في اليوم. ده اللي انا عرفته، ان احنا لنا معلقتين. فلو انت قطع سكريات خالص، اعتبري اللخبطه دي فيها المعلقتين، فانت ليكي فيها معلقتين كمان، فانت في الرينج اللي هو سيف سايد ان شاء الله. زي ما قلت لك، انسي الميزان خالص. بصي على النتائج الحلوه، يعني قبل العيد كده اقعدي قاعده حلوه مع نفسك، شوفي اللبس، شوفي قد ايه انت بقيتي تجيبي مقاسات اقل، قد ايه انت الحمد لله بقى عندك ثقه في نفسك، بقى عندك شكل جميل وصحه كويسه. فده كله هيشجعك ان انت تمسكي نفسك، وما يعني زي ما انا بقول لك اللي كنت بعمله، ويبقى عندك عزيمه كده واراده. وصدقيني انت لو عديتي اسبوع 10 ايام لايف ستايل او صيام متقطع او كلام من ده، انت هتتعودي. ما تفتكريش انك هتقعدي تبذلي مجهود مدى الحياه، ده هيبقى تعود. زي ما انا دلوقتي بشرب القهوه دي بدون ولا معلقه سكر، وتعودت على كده، ولو اتحط فيها معلقه او السكر عدى عليها كده، معرفش اشربها. قبل كده ما كانش عندي العاده دي. فالواحد يحاول بقدر المستطاع ان هو يعني يسيستم اموره بينه وبين نفسه، محدش هينفعك. واستمتعي بالعيد. وعلى فكره يا جماعه، الاستمتاع والحاله النفسيه الكويسه دي مفتاح التخسيس. انما طول ما انا متوتره، وطول ما انا عندي هواجس، وطول ما انا خايفه من الخطوه، وطول ما انا خايفه من اللخبطه، وطول ما انا عندي توتر، الكورتيزول هيعلى، مفيش حرق، الحرق هيقل، مش هخس. امال ليه في ناس كتير بتعمل دايت وما بتجيبش نتيجه، وفي ناس كتير بتعمل دايت وبتجيب نتيجه؟ الفرق بين واحد بيعمل دايت وبيجيب نتيجه وواحد بيعمل دايت وما بيجيبش نتيجه ايه؟ ان واحد واخدها بأريحيه وبالراحه، ومع الوقت هخس واتخلى واخد الموضوع ان هو حياه صحيه، كل يوم اتخلى عن عاده غير صحيه، هلاقي نفسي في النهايه وصلت لمجموعه عادات هي كفيله ان هي مع الوقت تخسسني، ومع الوقت تحسن صحتي، وتشيل اي دهون على الكبد، وتشيل اي دهون حشويه، اي دهون ظاهريه خارجيه. ما هي مش هيبقى فيه دهون بقى، يعني هيبقى فيه بنيان صحي جميل مع حركه. ممكن ان انت الحياه الصحيه تشفي لك امراض كتير جدا، وده برضو عن تجربه. يعني مرض زي الضغط يتظبط، مرض زي السكر يتظبط، ده بيتظبطه القلب، بيتظبط معاه الحياة الصحية. فحاولي بقدر المستطاع تبصي للموضوع من منظور صحي، ومن منظور استفادة، مش توتر وقلق ومش عارفة ايه. وحذاري من استعجال النتائج، حذاري من استعجال النتائج، ده توتر في حد ذاته، ما بعده توتر. انما الواحد لما بيرمي حموله على الله كده، وبينسى وبيتناسى وبيعيش حياة صحية عادية، خلاص. انا مع الوقت كده هتتفاجئي بحاجات انت نفسك هتبقي مبسوطة منها. ففاجئي نفسك، وما تحاوليش ان في اي حاجة توقفك عن حلمك، وافرحي في وسط اهلك وفي وسط ناسك بالعيد. العيد فرحة يا جماعة، مش معسكر ومش توتر ومش اي حاجة من دي. كل سنة وانتم طيبين،
وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. ويلا بقى قومي نشطي نفسك كده واعملي ترتيبات العيد وتجهيزات العيد واكل العيد. انا بحب اتحرك كتير جدا في العيد، عشان بقى لو حصل بقى نقنقه هنا ولا نقنقه هنا احرقها ان شاء الله بسرعه ومفيش يبقى عندي فيه مشكله. بحبكم جدا ويا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم، وعايزاكم بقى ايه تحطوا لي لايكات كتير وتشيروا الفيديوهات لحبايبكم المهتمين بالحياه الصحيه. مش هقول بالدايت ولا بالصيام المتقطع، هقول بالحياه الصحيه. احنا اتفقنا خلاص، ما عادش عندنا كلمه دايت ولا صيام متقطع ولا الرولز اللي هي بتخلينا ايه نتوتر دي. احنا عايشين حياه صحيه، بناكل حاجات مفيده. بحبكم جدا ومع السلامه.